بيبدأ الفيلم بظهور بنت صغيرة الكلب بتاعها مات وباباها بيجيب لها ألعاب إلكترونية عشان يعوضها عن الكلب بتاعها، وبتركب العربية مع مامتها وصديقها وبيتعرضوا لعاصفة ثلجية في الطريق وعربيتهم بتعطل وبتظهر، وبيقول لها إنك بتخترعي ألعاب بسعر عالي ومش قادرين نبيعها عشان سعرها. وبتروح جيم المستشفى عشان تشوف البنت الصغيرة اللي عملت حادثة. تتفاجئ جيم إن مامتها وصديقها اللي كانوا معاها في العربية ماتوا، فبتاخدها جيم معاها للبيت بتاعها عليهم وبتخلقها عشان يعملوا إنسان آلي يكون مسلي لكده ويكون بيدافع عنها ويكون بيسليها. وبتنتهي جيمي من صنع الإنسان الآلي اللي شبه البنت اللي هيكون صديق لكيدي، وبتلعب كيدي في الجنينة وبيضيع منها أحد الأسهم بتاع لعبتها وبتطلب منه ينتقم منها عشان يخلص عليها. وبيحاول المدير بتاع جيم إنه يقابل رئيس الشركة ويقنعهم. يحذر الدكتورة ليديا جيم إن الدمية دي هتسيطر على عقل كيدي، وإن انت كان لازم تكوني انت اللي بتراعيها وبتهتم بيها بعد وفاة والديها، لكن بدل من كده انت صنعت دمية وبتحاولي ان انت تسدي الفراغ اللي عندك دي. وبتتعرف جيم على مامة ولد شقي جدا موجود معاهم وسلوكه عنفواني، وبيحاول الولد عليها، لكن ميجان بتقول الكلب بتاعها مرة تاني وبتقول لها انها اتخلصت من الكلب بتاعها علشان هي شريرة والكلب بتاعها كان بيضايقهم. وبتبدأ ميجان إنها تستخدم كل الأدوات اللي موجودة في الأوضة علشان تنتقم بيها من سيليا. وبتحاول جيمي إنها تدخل على كل الفيديوهات ومحدش يقدر يتتبع إيه اللي هي عملته، وبتطلب منها جيمي إنها تطفي التشغيل بتاعها، لكن ميجان بترفض كده وبتخاف جدا منها جيمي وبتحاول تخدعها عشان تطفي التشغيل بتاعها، وبتاخدها معاها في العربية عشان تتخلص منها. مستحيل، لان احنا ما كناش محملين البيانات بتاعت السلوك العنفواني ده فيها. وجيمي بتقول لهم انها احنا مصممينها عشان تحسن من نفسها وتاخد قرارات بنفسها، وممكن ده يكون هو السبب في ان ده يكون السلوك العدواني بتاعها، وان هي تكون فعلا قتلت الطفل وقتلت الست الكبيرة. وبتدخل جيمي وبتحاول تهدي كيدي انها ما تزعقش في الطبيبة النفسية بتاعتها، لكن كيدي بتعتدي عليها وبتضربها بالقلم. خلص على المساعد بتاعه. وبيجي الليل وبتتفاجئ جيمي ان ميجان موجودة في البيت بتاعها وقاعدة تلعب على البيانو. ليه بتسمحي انها تتباع في محل الالعاب؟ تفهم اللعبة بتاعت ميجان، وهنا بتستعين بالإنسان الآلي تنتزع الشريحة الإلكترونية اللي بتخليها وبتتدخل كيدي في الوقت المناسب وبتنجح تنقذ خالتها جيمي. وبتوصل الدمية ميجان هربت، وكانوا خايفين على جيمي إن الدمية ميجان تموتها. ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتشير الفيديو. أبطال الفيلم هم إيمي دونالد اللي بتقوم بدور ميجان، وفيوليت ماكجرو اللي بتقوم بدور كيدي، وأليسون ويليامز اللي بتقوم بدور جيمي.